انا عملت كل الالستريشنز دي بالاي اي وكلهم بنفس الستايل. في الفيديو ده هقول لك ازاي، ومش ناس كتير بتحب تقول الكلام ده. الفكره جت لما كنت بعمل بروجكت من كذا شهر عن التوك توك والتريسيكل والحاجات دي، وكنت عشان ارسم التوك توك والتريسيكل كنت برسمهم من الاول على ايباد او على سكتشات، وبعد كده بحولهم على الالستريتور وبعد كده الونهم، وكانت قصه كبيره قوي. وساعتها كان فري بيك طلع واي اي تولز كتيره كانت طلعت، وكنت بحاول اجرب ان انا ارفع الستايلات اللي انا عايزها على فري بيك واحاول ادربه على الستايل دوت، وان هو يجنريت حاجات قريبه من اللي انا عايزها، ولكن النتيجه فشلت فشل ذريع جدا. وحتى الان فري بيك انا مش بعرف اطلع منه الستايلات الحلوه بتاعت الالستريشنز المختلفه، مش الحاجات العاديه التقليديه اللي الناس كلها بتطلعها. فانا كان عندي بروجكت كده وكلاينت كان عايز الستريشنز بطريقه صعبه شويه ومحتاجه مجهود جبار عشان تخلص، مش اقل مثلا من شهر عشان اقدر اخلصهم. ومن هنا جات لي فكره ان انا ادرب شات جي بي تي عشان يقدر يطلع الستايلات الجديده اللي الكلاينت عايزها. وعشان تعملها تعالى اقول لك ازاي. هتدخل على شات جي بي تي وتعمل شات جديد خالص ما بينك وما بينه، وتبدا ترفع له الستايلات اللي انت عايزها وتكون كلها شبه بعض. يعني ترفع 5 ل 10 صور الستايلات بتاعتهم كلها شبه بعض وقريبه من اللي انت عايزهم، وبعد كده تقول له ديسكرايب بقى الستايل دوت واحتفظ بيهم في الايه، في الذاكره بتاعتك كشات جي بي تي يعني. وبعد ما تخلص كده هيبدا يشرح لك الستايل اللي انت اخترته دوت ويقول لك تمام اتحفظت عندي. تبدا بقى تجيب صور من الحاجات اللي اوريدي انت عايز تعملها الستريشن وتبدا تحطها، وتقول له حول بقى الصوره دي للستايل اللي انا ايه وريته لك من الاول. هيبدا يطلع في الاول حاجات مش مظبوطه قوي، وبعد كده هيبدا واحده واحده يبدا يطلع ستايلات افضل. وساعات ممكن تاخد الصوره اللي هو مطلعها وتقول له لا ظبطها تاني، وواحده واحده هتبدا تطلع معاك ستايلات تحفه زي الستايلات اللي انا طلعتها دي. وبعد كده ممكن تاخدها وتحطها على الستريتور وتبدا تلعب فيها شويه، ممكن تعمل لها ايمج تريس، ممكن تغير لها اي حاجه، ممكن تحطها على الفوتوشوب وتغير شويه الوان منها عادي وتعمل لها شويه نويز. تعمل اللي انت عايزه فيها، الستايلات بتاعتك اعمل فيها اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت بقى جرب ستايلات جديده. دور كتير في بنترست على ستايلات بقى الستريشنز احلى واحلى، وابدا ظبط ستايلات جديده للكلاينتس هيتبسطوا جدا منها زي اللي انا عملته دوت. وفي حاجات كتير قوي انا عملتها وتحفه وهوريها لكم كلها في فيديوهات تانية. تابعني عشان الفتره الجايه هتكلم عن ازاي تدخل الاي اي في البراندنج، ويا ريت لو حد جرب الطريقه دي يكومنت بالصور اللي طلعها ويقول لي ايه رايه في الستايلات دي، ولو حد طلع ستايلات تانية يا ريت يشاركنا بيها ونشوف كلنا ممكن نطلع ايه. سلام.